مراتك سابت البيت ومشيت، بس طبعا وهي ماشية من البيت مش هتسيبه كده وخلاص. ساعتها هي بتعمل حاجة من الاتنين، لا اما بتاخد الذهب بتاعها وتحافظ عليه كده وتمشي على بيت والدها، او لا اما تسيبك انت في الشغل وتفاجئ من الجيران بيقولوا لك الحق ده مراتك جت نقلت العفش. ساعتها انت طبعا مش عارف تعمل ايه. هو ممكن يحصل كده؟ لا، دلوقتي بقت حاجة عادية جدا، بقى حاجة متبعة. اللي هو لما يجي حد يتصل بيا يقول لي ايه الحقيقة يا استاذ جرجس مش عارف ايه اللي حصل، اقول له مراتك عملت ايه؟ اخدت العفش ولا اخدت الذهب؟ بقت حاجة الستات بيعملوها وبقت حاجة فظيعة. طب هما ليه الستات بيعملوا كده؟ عشان خلي بالك بقى من حاجتين انت لازم تعرفهم. ان اول حاجة هي ممكن تطالبك باللي هي خدته ده مرة تانية. يعني مثلا خدت منك المنقولات، ولما تاخد منك المنقولات انت طبعا ما عندكش اثبات تقول ان هي عملت ده، ان هي اخدت منك المنقولات. اللي هيحصل ايه؟ حضرتك يبقى مطالب منك انك تدفع المنقولات للمره التانيه، وتروح بقى تعمل لك جنحه التبديد او اي اجراء تاني، وتطلب منك انك تدفع لها المنقولات للمره التانيه. طبعا حضرتك مش عارف اي حاجه. طب اعمل ايه؟ كذلك في الذهب، هي هتروح تعمل ايه؟ هتاخد الذهب منك وعلى بيت والدها وتقول لك بقى ايه، انا ماليش دعوه، انا ما خدتش منك حاجه، ده انا عايز الذهب بتاعي. هي بقى هتقول لك انا عايزه الذهب بتاعي وعايزه المنقولات بتاعتي والنفقه بقى والنفقه للعيال لو موجودين والكلام ده كله. طب احنا في الحاله دي بقى نعمل ايه؟ انت كزوج ايه اول حاجه تعملها علشان تضمن حقك في ان الذهب ده تضمن ان انت ما تدفعوش تاني؟ اصل هي كده كده هتاخد الذهب وهتاخد المنقولات غصب عننا. ولكن الفكره في ايه؟ بان هي ما تاخدش منك المنقولات دي مره تانيه. ساعتها بقى احنا هنعمل ايه؟ هنقعد كده نغني ظلموه؟ لا، احنا هنعمل حاجه. هننزل نعمل محضر في الاسم، وده اي حد يعني طبيعي هيعملها. ان المحضر ده اسمه محضر اثبات حاله. طيب محضر اثبات الحاله ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا بان احنا بعد كده لما الزوجه تيجي تطالبك بالمنقولات او بالذهب او باي حاجه من الحاجات دي تقول لها لا، حصل 1 2 3. بس احنا الاهم بقى من ان انا اعمل المحضر ان انا اعمل المحضر ده بشكل سليم. وانا ممكن اعمله بشكل غير سليم؟ طبعا. طب ده بقى راجع لايه؟ راجع لكل قصه وعلى حسب الموضوع مش ازاي. ساعتها احنا بنشوف الموضوع حصل ازاي، الزوجة عملت ايه، اخدت ايه، ما اخدتش ايه، الكلام ده كله. وبننزل نعمل المحضر مع الموكل بشكل سليم يضمن له حقه قدام. طب انا لو ما عملتش محضر خلاص، طب انت مثلا استنيت 20 يوم ولا استنيت شهر. في ناس بتكلمت كده، اقول له الموضوع ده حصل امتى؟ يقول لي من 3 شهور. الله، طب وانت استنيت ليه؟ يعني انت استنيت ليه 3 شهور ده؟ يقول لي اصل بصراحة كنت بحاول احل ودي مع المدام. طب ماشي، حل ودي وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت لما يحصل حاجة زي كده من فضلك انزل اعمل محضر اثبات حالة بان هي اخدت العفش، بان هي اخدت الذهب، الكلام ده كله. ان ده كله هيفيدك انت قدام. المهم عرفت لما الست تعمل معاك كده تعمل ايه؟